إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وظيفة الشيطان في هذه الدنيا أن يصدنا عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. توعد قال: ولآتينهم من بين أيديهم، أؤملهم في الحياة التي بين أيديهم، يعيشون في الدنيا وكأنهم سيخلدون، فلا يلتفتون إلى جنتك ولا إلى نارك. يعيشون وكأنهم لن يحاسبوا في يوم من الأيام، فلا يلتفتوا إلى حسنة فعلوها أو إلى سيئة ارتكبوها. ومن خلفهم سأذكرهم بماضيهم ليحزن قلوبهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم أنفخ فيهم فيتكبروا ويتجبروا ويطغوا، فلا يذعنون إلى أوامرك ولا يستجيبون إليك. أيها الفاضل، لكي تحارب وسوسة الشيطان وإبعاده لك عن ربك، جعل الله لك أمرا اسمه الذكرى. سيذكر من يخشى. تذكر فقط الحقيقة التي من أجلها خلقت، وتأمل معي. تأمل. أنا أعلم أني وأنت نخطط للدنيا ونخطط لمستقبلنا، لكن أطلب منك أن تقف لحظة تفكر في شأننا. ماذا لو حل الموت بك اليوم؟ لديك عائلة، أليس كذلك؟ ولديك من تنظر إليهم وإلى معيشتهم وأنت تخطط لهم. ماذا لو دفنت الليلة وما جاءك السبت، وأشرقت شمس السبت على غيرك، وأنت في المقبرة رقم، فقط رقم من أرقام القبور. إن القبور التي في المقبرة لا ينفع فيها الألقاب ولا المسميات،
لن تسمنوا ولا تغني من جوع. مسماك، وظيفتك، عشيرتك، منزلتك في المجتمع، أنت وأنا مجرد أرقام لكي يستدل بها إن جاءوا إن ذكرونا أرحامنا، أصحابنا، أبناؤنا، إن انشغلوا بالدنيا ثم تفرغوا وأعطونا جزءا من وقتهم لكي يزوروني أو يزوروك. أنا الرقم وأنت الرقم في المقبرة، ثم يقفون علينا ل5 دقائق وكأنهم يؤدون ما افترض عليهم فقط، يدعون لنا إن فعلوا فجزاهم الله خيرا. ماذا لو دفنت ثم انسحب جميع الناس ولم يذكرك أحد؟ ماذا لو كانت هذه الأيام، هذه الساعات التي تعيشها الآن هي آخر الساعات؟ ماذا لو تفكرت فيهم وهم يحملون جثتك على أكتافهم يسرعون بها إلى قبرك، ثم توضع في تلك الحفرة وأنت تنظر إليهم وهم يظنونك لا تنظر لا تسمع، أنت تنظر إليهم وهم يهيلون التراب عليك، تصرخ، هم لا يسمعونك، هم ينظرون إلى ساعاتهم ليراجعوا بعض المواعيد التي من ورائهم، هم ينظرون إلى دنياهم ولا ينظرون إليك، وها هم أهالوا التراب وانطلقوا. سيبكون أرحامك وأحبابك، سيبكون ليومين، ل3، العزاء 3 أيام، العزاء 3 أيام، ثم بعد ذلك إن وجودك في الحياة بعد كل هذا 3 أيام ذكرى. يقال رحم الله فلان، رحم الله فلان، هذا إذا ذكرت. استيقظ، أنت في سبات، أنا وأنت، إننا على الله معروضون، لا أموال، لا عشيرة، لا منصب، حفاة عراة كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا تاريخ، لا مستقبل، إننا بين يدي ربنا، خلقنا من أجل عبادته وأعطانا من الأجل ما أعطانا، ثم ها نحن نقف بين يديه، لا تخفى عليه خافية، هو الحسيب وهو أسرع الحاسبين. ها أنت بين يديه. انظر الآن، وصف الله صنفين 2 هما اللذين سيكونان في اليوم الآخر، أهل الجنة وأهل النار. وصف الله أهل الجنة، وصف الله أهل النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ليست هناك مسألة انتظار وطرق باب للنار، أو هناك من يفتح بعد أن يسأل. لا، أيها الكريم، أهل النار يساقون إلى النار بمجرد وصولهم تفتح لهم الأبواب ثم يزجون فيها زجا. دار مذلة ومهانة. أما الجنة فهي دار كرام،
يساقون إليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. يساقون إليها فإذا جاءوها أوقفوا، ثم يتقدمهم أشرفهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يطرق باب الجنة فيقول خازنها: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح، لا لأحد قبلك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم فادخلوها خالدين. تدرجنا في الأمر شيئا فشيئا، وها نحن جئنا لهذه الكلمة التي قالها خزنة الجنة لأهل الجنة قبل أن يدخلوها: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم، نقيتم، طهرتم، فادخلوها خالدين. لا يدخل الجنة إلا طاهر نقي طيب، فادخلوها خالدين. الطهارة، الطهر. تذكر تلك اللحظة التي ينزل فيها التراب عليك وأنت في قبرك. تذكر أنك لو تركت الدنيا طاهرا فأبشر بالخير. تذكر أنه كان يجب عليك أن تتطهر لتعد لهذا اليوم ولهذه اللحظة التي يهال عليك فيها التراب من فوق. لو أني تطهرت، لو أني طهرت نفسي، لو أني طهرت لساني، لو أني طهرت قلبي. تطهير الجنان القلب، وتطهير الأركان الجوارح، وتطهير اللسان، وتطهير الأعمال. هذه وظيفتك في الدنيا أيها الكريم. الطهر، الطهارة، التنقية، التصفية، التطييب لكل ما ذكرناه. فأما طهارة البدن فإن الله امتدح ذلك، والمسلم يختلف عن غيره بطهارة بدنه وحرصه على ذلك. هل تعلم أن هذا التنظيف للبدن والتطهير والتطيب يحبه الله، بل ويحب أهله؟ بنى المنافقون مسجدا سمي بعد ذلك بمسجد ضرار، وذلك لأنهم بنوا المسجد أي المنافقون لكي يحصوا عدد المصلين في هذا المسجد وينقلوا الأخبار فيه إلى اليهود أو إلى المشركين في مكة. فبنوا مسجدا ليجمعوا فيه المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: قد بنينا مسجدا يا رسول الله، المنافقون جاءوا فصلي فيه. جاءه الأمر من علام الغيوب والمطلع على القلوب: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء، المسجد الذي بني من أول يوم على تقوى الله. لا تقم فيه أبدا. مسجد ضرار مسجد اليهود: لمسجد
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما به يا رب؟ انظروا للصفة التي ذكرها الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. امتدحهم يحبون أن يتطهروا. ماذا كان شأنهم؟ كان شأنهم أولئك الرجال الذين يصلون في مسجد قباء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للناس أن إذا أراد أحدهم أجلكم الله أن يقضي حاجته أو أن يتبول يكفيه إن لم يجد الماء يكفيه أن يستجمر ب3 أحجار فينقي نفسه. ما كان يفعل هؤلاء المصلون في المسجد، كانوا يستجمرون ب3 أحجار ويغتسلون بالماء أيضا. يحبون أن يتطهروا، كان يكفيهم الأحجار، لكنهم زادوا في الطهر غسل الماء. فامتدحهم الله فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، نظافة الجسد، نظافة البدن. بل ألم تغتسل أنت يا أخي الكريم لمجيئك إلى صلاة الجمعة؟ هل تعرف السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المسلمين يأتون من أسواقهم وقد لبسوا الصوف وعرقوا وخرجت منهم روائح من أجسادهم بسبب أعمالهم، بسبب أشغالهم، بسبب مكوثهم تحت الشمس، فخرجت لهم رائحة في المسجد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وقال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فأصبحوا يغتسلون. شرع غسل الجمعة لأجل هذا، لأجل التطهير والتنقية. هل تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبب للناس التطيب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول عمر: لو لم أجد أن أشتري المسك إلا بنصف مالي لاشتريته. نصف مال عمر كم يملك؟ 5 دراهم، 6، 10، نصف ماله يشتري فيه المسك. النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين أنهم لا يأتون إلى المساجد إذا كانوا قد أكلوا شيئا له رائحة كالبصل والكراث والثوم، وأخبرهم بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال: فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مصلانا. إنه يريد الطهارة صلى الله عليه وسلم. طهارة الثوب. كانت عائشة تفرك ثياب النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، ودخل شاب على عمر بن الخطاب وعمر في سكرات الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. يقعقع، روحه تقعقع. دخل عليه شاب أطال ثوبه فقال: يا بني قصر إزارك فإنه أنقى لثوبك، فإنه أنقى لقلبك وأطهر لثوبك، وثيابك فطهر. هذا التطهير تطهير الظاهر، البدن والثياب، بل حتى البيوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. الفناء فناء المنزل وما يسمى اليوم بالحوش. كذلك نظافة الشارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا رأى غصنا في الطريق فأماطه وقال: أبعد هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. أسأل الله أن يطهر أعمالنا وأقوالنا وأبداننا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الذي تحدثنا عنه طهر الظاهر، والذي أعظم منه طهر الباطن. لا بد للقلب أن يتطهر، ولا بد للسان أن يتطهر. فأما طهر القلب فتنظيفه أولا من الشرك بالله، فلا يعبد القلب غير الله، لا يخضع إلا إليه، لا يتوكل إلا عليه، لا يستعين إلا به، لا يحب أحدا مثل الله، لا يحب أحدا مثل الله. بل الذين قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يخاف القلب إلا من الله، لا يرجو إلا الله. يطهر القلب من التوكل والاستعانة والاستغاثة والمحبة والخوف من دون الله عز وجل، يبرأ من كل هذا ويكون لله سبحانه. وبالمناسبة فقد ذكرنا في خطبتنا السابقة أمرا لعله قد أشكل على بعض الناس. تحدثنا فيه عن كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبه له كان يضع النبي عليه الصلاة والسلام على جدار الكعبة وهو غلام صلى الله عليه وسلم، ويقول: وأبيض يستسقى الغمام به ثمال اليتامى وعصمة للأرامل، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الذي أريد أن أنبه عليه أن هذا التوسل الذي فعله أبو طالب ليس مشروعا، ولا يجوز التوسل بذوات الأنبياء والمرسلين أو الأولياء والصالحين. إنما التوسل ثلاثة أنواع: توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتوسل إلى الله بالعمل الصالح: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فقدموا العمل الصالح قبل الدعاء. والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي وليس الميت. جاءوا لأبيهم أخوان يوسف يقولون: يا أبانا استغفر لنا. غير ذلك من التوسل إلى الله بالذوات فلا يجوز. بارك الله فيكم. إذن تطهير القلب من درن الشرك والكفران. تطهير اللسان، وما أدراك ما تطهير اللسان. يقول معاذ بن جبل: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما تتحدث به ألسنتنا؟ كان يتصور أنه يحاسب على العمل، أما اللسان فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لو تعلمون خطر اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترتقي به في أعلى الجنان، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. دخلوا على أبي بكر الصديق فوجدوه يجر لسانه. قالوا: ما أي ماذا تفعل؟ قال: هذا أوردني الموارد، أوردني الموارد، وفي رواية أوردني المهالك. لسانك أنت يا أبا بكر الصديق، أنت لسانك أنت أوردك الموارد. فما يقول هذا المسكين؟ فما نقول نحن؟ أسأل الله أن يرحمنا برحمته. قالت عائشة: حسبك من صفية ضرة تتحدث عن ضرتها تريد أن تقلل من شأنها. فقالت عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حسبك من صفية أنها تشير بيدها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام:
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي نتنا وقبحا. كلمة لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وتجأر أركاننا أجسادنا إلى اللسان فيقولون له اتق الله، إنما نحن بك، فإن نجوت نجونا وإن هلكت هلكنا. خليها مستورة، لا تخليني أغتاب، لا تخلينا نجيب سيرته، ما في داعي نجيب سيرته. كلمات ظاهرها التقوى وباطنها العذاب، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. خليها مستورة. ماذا تريد أن تقول حين يذكر لك أخ في الله فيه ما فيه، ثم يقول أخونا مدعيا التقوى خليها مستورة؟ هل تعلم أنك الآن قد اغتبته، قد ذكرته بسوء، فقد وضعت في قلوب الناس السامعين لك أنه فيه شيء، وإلا لما قلت خليها مستورة، أو قلت يا أخي لا تخلينا نغتاب. إذن أنت قد اغتبت الآن يا مسكين، قد وقعت في الغيبة وأنت تدعي التقوى. اصمت. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما ذكرت؟ قال إن كان فيه ما ذكرت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه. ولما والله لو انشغلنا بذنوبنا لما وجدنا وقتا للغيبة. تفكر رجل في شأنه قال قد بلغت اليوم 60، ثم شهق شهقة ثم بكى. قالوا ما شأنك؟ قال قد بلغت 60، كيف لو كان لي في كل عام ذنب 60 ذنبا؟ كيف لو كان لي في كل شهر ذنب؟ كيف لو كان لي في كل يوم ذنب؟ كيف لو كان لي في كل ساعة ذنب؟ مساكين نحن، الملائكة تكتب الصحف في كل يوم وليلة، ونحن ننشغل نغتاب فلان ونذكر فلان ونهزأ بفلان ونظن أننا على الخير، والملائكة تكتب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سيأتون، ماذا ستقول؟ ما ستكون حجتنا أمام الله؟ طهروا أيها الأكارم، والمتحدث أولى بالنصيحة من السامع. طهروا الأبدان وطهروا القلوب وطهروا الألسنة، وتذكروا فقط تلك اللحظات التي توضعون فيها في القبور ثم ينصرف عنكم الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير،
وبكل شيء بصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء، برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.